ما تفكها بقى يلا. الراجل ما مشيش الا مصالحك وجاب لك شاي، زعلان ليه؟ عايز نعمل ايه يعني يا ماهر؟ مستكتر عليا حتى ان ازعل؟ لا يا عم ازعل واتضايق واتخنق، ده انت واد غريب قوي. مش عارف انا بحبك على ايه؟ يعني عيل جبان وعليك طار وعندك اخطاء في الشغل بالعبيط، بيطلع عين عشان اصلحها لك، مش عارف بحبك على ايه؟ والله انت حبيبي يا ماهر. انا عمري ما حد بيقف معايا زي ما انت بتقف معايا كده. طب ما احنا قاعدين اهو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله ازيك وبركاته. يا ماهر؟ ازيك يا كريم؟ الحمد لله. قلت لي نازلك دلوقتي. الدكتوره يعني عندها شغل كتير، قلت بلاش اسيبها النهارده. انا كلمت الدكتوره وهي قالت لي ان ما عندهاش مشكله، وهي كمان عارفه انك على وش ولاده. معلش. طب بقول لك ايه، بتقول لك خد صور لها دول، لازم تجيبهم لها النهارده. لا النهارده ايه؟ النهارده صعب. بقول لك ايه بقى منك ليها، انا مش حامل منهده. قولي لي بقى الواد في بطنك عامل ايه؟ بيلعب؟ عمال يشوت. صلاه على النبي، انا قلت الواد ده هيطلع فريره زي ابوه في الجري. اه طبعا. يلا سلام عليكم. على مهلك مع السلامة. اوصلك. لا ربنا يخليك، خليك في شغلك. بقول لك ايه، خد لا تاكسي. لا الدكتوره قالت لها تمشي هي الفتره دي. خلاص خد خليها تمشي. يلا اشرب انا بقى الشاي بتاعك. المفروض ان الناس دي تتحاكم في ميدان عام. هم فاكرين ايه؟ اشتروا البلد ومش عارفين ننطق بحكم يبرد بين الناس ويحسوا من القانون ما يفرقش بين كبير وصغير. يا عم هو في حد غيرهم واكل البلد؟ احنا بس اللي بنداس بالرجلين. انتوا سايبين شغلكم واقفين بتعملوا ايه؟ الاتنين دول ما اشوفهمش في الشركه هنا تاني ابدا. والله يا هانم دي اول مره. انتوا مالكوش اكل عيش عندي، سامع ولا لا؟ واقول لك على حاجه، مرتب الشهر ده كمان مش هتاخده، ومكافاه نهايه الخدمه مش هتاخدوها. انا مش فاهمه، جايباكم تتفرجوا على التلفزيون ولا تشتغلوا؟ طلعوهم بره فورا. اقسم بالله يا ست هانم انا ما كنتش بسمعه، والله ما كان في بالي. انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انت ما عندكش كرامه ولا ايه؟ اي كلب تسمعوه في اي وقت يقول كلمه ولا كده تطردوه فورا. مش ناقص الا انتوا كمان. ايه القرف ده؟ روح انت وقول لهم يجيبوا لي القهوه بتاعتي. صباح الخير. صباح النور. انا بجد مش عارفه ايه اللي مصبرني على خليل الكلب ده. ما اخلص منه واريح دماغي. ما ينفعش، ده محامي ضد، لو جراله حاجه انت اول واحده هتتسال. يعني ايه؟ مش هعرف اجيبه تحت رجليا ولا ايه؟ اهدي بس وكل حاجه هتتحل. قولي لي كلمتي المحامي؟ كلمته ولا نفع لاي حاجه، ملوش لازمه، مفيش اي جديد. انا قلت كده. اسمحي لي، انا سمحت لنفسي اني اكلم منصور الخواجه. منصور؟ هو لسه فاتح المكتب؟ لا هو قافل المكتب ده من زمان، بس انا قلت له يمسك القضيه واحنا هنديله كل اللي هو عايزه. وقال لك ايه؟ عايز 5 مليون جنيه. ماشي. كده يبقى هو عايز كل ملفات القضيه والورق الخاص بيها. هبعتها له. مدام فريده، انا مش عاجبني الحاله اللي انت فيها دي، لازم تهدي شويه. دي سمعتي، انت ما تعرفش بيتقال ايه. انا متابع كل حاجه، عايزك تطمني، احنا كل حاجه في ايدينا. مفيش اي حاجه بايدينا، والا كان الموضوع خلص من زمان جدا. حضرتك عارفه ان دي قضيه راي عام والصحافه ما بتسكتش، وحضرتك سيده مجتمع. بس انا تعبت وما بقتش قادره استحمل خلاص بجد. ما هو الواد خليل ده لو يلين دماغه شويه كل حاجه تتحل. انا مش مطمنه له خالص. زي خليل ده عايز يتشهر، واكيد هو شايف ان القضيه دي هي اللي هتعليه. طب بقول لك ايه، هو القاضي اللي هيحكم في القضيه دي ايه ظروفه؟ لا، السكه دي مش عايزين نخش فيها خالص. ماشي. هو انا هقابل منصور امتى؟ النهارده بالليل. تمام.